وتعليقا على الخبر الأول بينضم لينا على التليفون الباشمهندس الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة. دكتور ممدوح، أهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. ايه حكاية النيابة وايه حكاية الاستدعاء يا دكتور ممدوح وايه حكاية دي مش النيابة. بص بقى، انا قريت الخبر كويس جدا. هو قاضي التحقيقات اللي هو منتدب من وزارة العدل. ايوه. يظهر حد من اللي قبضوا عليهم اللي بيصنعوا زجاجات المولتوف، قال لهم اللي كان بيحرضني الله اعلم قال لهم ايه بالظبط، بس ذكر اسمي انا والزعيم ايمن نور. فقاضي التحقيقات بيستدعي، بيقولوا يعني قريته في الجرايد، ما جاليش اي استدعاء الى الان، بيستدعي فلان وفلان لاستماع لاقوالهم يعني. حتى يعني ده اللي انا قريته، انا زيكم يعني ما جاليش حاجه. ايوه، ما جاش حاجه رسمي. انما هذا الشخص بقى لما ذكر اسمه في الجرايد وشفته النهارده انا ما اعرفوش. ايوه، يعني ما حصلش ان انا اعرفه يعني. ومتهيألي هو كان برضه ما يعرفنيش، يعني يمكن سمع عليا شافني، ما فيش علاقه، لان انا الشباب اللي بتعامل معاهم معروفين دول، اعرفهم من يعني في تعاون بيني وبينهم لغرض هذا العمل الوطني من سبتمبر 2010. ايوه. ما فهمش هذا الاسم. وعارف مجموعاتهم، و6 ابريل والشباب من اجل العداله والحريه، وشباب من اجل التغيير، ومجموعه طرق الابواب، وشباب الغد، وشباب الجبهه، وشباب خريج الاخوان، والمستقلين زي ساليتوما ونصر عبد الحميد. كان دي معروفين كلهم، انا ما اعرفش الكلام. النهارده حيثياته ايوه، ايه باك جراوند. ولو كان يعني لو انا قاضي التحقيقات بس يعني كنت هركز على ان اعرف مين اللي قال له يقول كده. مش يركز على يجيب واحد ما يعرفش حاجه. انا اسمي شاهد ما شافش حاجه. طب والنهارده انضم شهود كمان ما شافوش حاجه، مظهر شاهين ونواره نجم، والاسامي قاعده تزداد، كل الناشطين. يعني مثلا طبعا يعني الشيخ مظهر شاهين ده معروف، يعني راجل يعني من انقى الثوار، يعني ما مش عارف جرب اسمه ازاي ده. المهم يعني العمليه في منتهى الغرابه. ليه بقى؟ لما تيجي تدرس الموضوع وتدرس الاحداث، وارجوك نفسي اشوف صحفيين فعلا بتوع تحقيقات يعرفوا ان قبل حرق هذا المجمع بكام ساعه كان صدر قرار من القوات المسلحه بان الناس تبتعد عن الميدان، وان القوات المسلحه داخله تاخد المكان ده في ايه؟ في حراستها. تاكد من هذا، يعني في كلام مهم قوي لازم نتاكد منه. ادي واحد. نمره 2، احنا ناس بتوع بناء، مش واحد. احنا ناس بتوع بناء. بندعم الثوره، دعمناها وبندعمها ونظل ندعمها الى ابد الابدين حتى يتحقق اهدافها. هل الكلام ده هيخوفنا؟ لا. هل الكلام ده هيقصينا على العمل الوطني؟ لا. هل هنبطل ننزل 25؟ برضه لا. لو طلب مننا خيم هنبعتها. يعني عاوز اقول لحضرتك يعني العمليه واضحه وصريحه. انا بقول للي عاوزين يسالوا ان انا ايوه بدعم الثوره وده شرف ليا، ده ما احناش بتوع حرب ولا احنا بتوع هدم، واحنا ناس بتوع الثوره السلميه اللي العالم كله بيركع لها وبينحي لها احتراما. دكتور ممدوح حمزة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التعليق. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. ولسه مع مصاب الثورة والأحداث الأخيرة في محمد محمود ومجلس الوزراء، حيث قام عدد من الأطباء بحصر وتوثيق الإصابات واستعراضها النهاردة في مؤتمر بنقابة الأطباء.